يا أبطال، النهاردة جدو إسماعيل هيحكي لكم عن بطل عظيم جدا اسمه طارق ابن زياد، بطل من أبطال الفتح الإسلامي. طارق كان أمازيغي بربري، اتولد سنة 50 هجري، وأسلم على إيد القائد الكبير موسى ابن نصير اللي كان بيفتح قلوب الناس بالإيمان والعدل. طارق حفظ القرآن وتفقه في الدين، وكان معروف بورعه وتقواه وشجاعته وقوته. موسى ابن نصير عينه والي على مدينة طنجة، واداله قيادة الجيوش في عهد الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك، وده لأنه كان قائد ذكي وعنده كفاءة عالية، وكمان لأنه بيقدر يتعامل مع البربر اللي كانوا أغلب جيشه. ومن هنا بدأت رحلة فتح الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال النهاردة، عشان يخلصها من ظلم القوط وينشر نور الإسلام فيها. والفتح ده كان بداية حضارة إسلامية عظيمة استمرت 800 سنة في الأندلس، مليانة علم وعدل وتقدم. أول خطوة للفتح، قبل ما يتحرك الجيش الكبير بعت موسى سرية استطلاعية من 500 مقاتل بقيادة القائد الأمازيغي طريف بن مالك. طريف عبر البحر للشاطئ الأوروبي، عمل غارات، رجع بغنائم كتير ومعلومات مهمة، وده شجع موسى إنه يجهز جيش كبير للفتح. وكان في خلافات بين الكونت يوليان والملك لذريق. يوليان بدأ يتعاون مع المسلمين ويساعدهم ضد لذريق الملك الظالم. العبور العظيم، طارق بن زياد قاد الأسطول المسلم وكان معاه 7000 مجاهد، عبروا البحر ونزلوا على جبل اتسمى باسمه لحد النهاردة، جبل طارق. قابلوا جيش من جنود القوط، عرض عليهم طارق الإسلام أو الجزية، لكنهم اختاروا القتال. المسلمين انتصروا عليهم بسرعة رغم أنهم قليلين. واحد من قادتهم كتب رسالة للملك لذريق وقال فيها: ادركنا يا لذريق، فإنا قد نزل علينا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. لذريق اتخض وبعت جيش ضخم جدا بقيادة قائده الكبير بنشيو، لكنه برضو انهزم قدام جيش طارق واتقتل بنشيو. معركة وادي لكة 92 هجري، دي كانت أول معركة حاسمة على أرض الأندلس، اسمها وادي لكة، وتعرفت كمان باسم وادي لبيني وشودونة. لذريق جمع جيش ضخم جدا 100,000 مقاتل، أما طارق جاله مدد من موسى بن نصير وبقى عنده 12,000 مقاتل، أغلبهم رجالة وعدد قليل فرسان. طارق خطط بخطة عبقرية، اختار مكان الوادي وخلى من وراه جبل ومن يساره بحيرة، وعلى المدخل حط طريف بن مالك بفرقته. كده أمن جيشه من الالتفاف. لذريق جه في كبرياء، لابس تاجه والباس ذهب، قاعد على سرير محلى بالذهب يجره فيلان، شايف قدامه 12,000 مسلم مستهون بيهم، لكن ما كانش عارف إن الإيمان هو القوة الحقيقية. المعركة بدأت في رمضان واستمرت 8 أيام. المسلمين صبروا وثبتوا، وانهزم جيش لذريق وقتله، وانتهى حكمه الظالم، وبدأ فجر جديد في الأندلس استمر 8 قرون. بعد النصر الأخبار انتشرت، وجيوش المسلمين من المغرب ابتدت تيجي تنضم لطارق. قوته كبرت وبدأ يفتح مدن كبيرة زي قرطبة وغرناطة وملقة. وبعدين دخل طليطلة اللي أهلها هربوا قبل ما يوصل وسابوا المدينة فاضية تقريبا. طارق استولى عليها وادى لأهلها الباقيين حرية دينهم وخلاهم يحتفظوا بكنايسهم زي ما الإسلام دايما بيعمل. وهكذا يا أبطال كان طارق بن زياد القائد الشجاع اللي عبر البحر وفتح الأندلس وبنى بداية حضارة إسلامية عظيمة فضلت منورة العالم 8 قرون. لكن يا ترى
دلوقتي مين اللي هيكون السبب إن الأندلس ترجع تاني للإسلام والمسلمين؟ يمكن يكون واحد منكم يا أبطال. يمكن ربنا يختار من الجيل ده أبطال يفتحوا قلوب الناس من جديد بالإيمان والرحمة والعدل. فدايما افتكروا إن العلم والإيمان والجد والعمل هم سيوف العصر اللي بنقدر بيهم نرجع مجد الإسلام ونرفع رايته في كل مكان.